السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع ضيفنا الكابتن والكوتش والأستاذ المؤرخ الأستاذ حسن شامي. يا هلا يا هلا يا هلا، حياك الله حبيبي. نورتنا ونورت محتواي وحياك الله. الله يعطيك العافية، النور نورك، وإن شاء الله إني أنا أقدر أقدم معك شيء يستاهل المحتوى. أنت إن شاء الله بإذن الله نحن إن شاء الله حتكون مادة طيبة بإذن الله. بإذن الله ونكون فيها شوية منصفين. أستاذ حسن شامي أو كابتن حسن شامي أو الكوتش. خلينا نبدأ نحن بالكابتن حسن شامي. حسن شامي، بدايتك الكروية فين بديت؟ ولما وصلت الاتحاد فين لعبت في الاتحاد؟ ناشئين، بديت في الناشئين إلى فريق أول ولا شباب؟ البداية طبعا كالعادة، بداية كل لاعب في الحارة، طبعا الحارة، وكان في فريق من الأحسن الفرق في الحارة اللي هو فريق حطين. بدأت معهم إلى فترة، بعد كده طبعا استجلت في ناشئين نادي الاتحاد. قضيت معهم فترة الناشئين والشباب، وصلت لمراحل إلى بداية الدرجة الأولى، ولكن من أجل الفترة الدراسية ومن أجل العمل ومن أجل كده تركت النادي في فترة حتى أكملت. كان عندي دورة عسكرية وكملت فيها، وبعد ما رجعت رجعت على الحارة من جديد، ما كملت في النادي. رجعت على الحارة كابتن حسن، رجعت على الحارة. هل أنتم أسستوا فريق حطين ولا حطين كان متواجد؟ لا، حطين أساسا مؤسس من قبل أنا ما أسجل في نادي الاتحاد، ومن قبل ما أطلع للدورة العسكرية. حطين كان مؤسس فيه وكان موجود. طبعا الفترة الأخيرة اللي رجعت فيها أنا رجعنا على فترة 99 1400. طبعا الفريق كان هذيك اللحظات كان في اللحظات الأخيرة، إنما بالنسبة لحطين على حسب التاريخ وعلى حسب الأيام اللي لعبنا فيه، أنا على أفتكر إنه في ما بين 1384 1385 كان تأسيس النادي. قد يكون أخطأت في المعلومة، ممكن إذا في أحد يسمعنا بعد كده يصحح لي إياه، ولكن تقريبا هو هذا التاريخ الحقيقي. لما لعبت في حطين، وطبعا لعبت في حطين في الجيل، نقدر نقول الجيل الثاني مش الجيل الأول. الجيل الأول غير، والجيل الثاني احنا حطين مرت عليه حوالي 4 أجيال بالضبط. 4 أجيال بالضبط، وإن شاء الله حيجي الوقت وحنسردهم وحنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. طيب أنت طبعا أنت مؤرخ وموثق، وإن شاء الله إننا نحن نوصل المعلومة الكاملة عن بداية الكرة في الكارنتينا وجنوب جدة. طيب أنت عندك فكرة طبعا مين أسس حطين ومين بدأ أول فريق في الكارنتينا؟ هل هو حطين ولا في غير حطين وما بعد حطين؟ أول البداية والنهاية كانت حطين الأساس، لأنه ما كان في أصلا فرق، ما كان في فرق كروية، كان في ناس مجرد اجتهادات شخصية، وفي نفس الوقت في ملاعب صغيرة، تقدر تقول ملاعب شبه سداسية، شبه بيلعبوا فيها اللي هي داخل الحارة فقط. ما كانت في ملاعب رسمية، ولكن حطين هو الأساس، وهو الفريق الوحيد اللي تأسس وكان بيلم شلة المجموعة كل اللي في الحارة. كل المجموعة اللي في الحارة كانت في حطين. طبعا مؤسسين وناس على أعلى مستوى، كانوا يعتبروا أساتذة لنا طبعا، وتعلمنا منهم حاجات كثير، تعلمنا منهم الله يرحم المتوفين منهم. فيهم من توفى رحمة الله عليه، وفيهم من هو لسه ما زال عايش، الله يعطيهم طولة العمر. اللهم آمين. طبعا منهم ناس كثير. في المؤسس أساسا، المؤسس لفريق الحطين كان المرحوم حسن أحمد الربعي اللي هو أبو عيود، وكان بيشرف معاه على الفريق الأخ برضو مفرح القناعي رحمة الله عليه، ومعاهم أحمد القناعي اللي هو أحمد غويري، اللي ما يعرف الاسم أحمد القناعي يعرفه باسم أحمد غويري. وأخيرا برضو الأخ يوسف نصيب، هذا برضو من المجموعة اللي رأست النادي في فترة من الفترات. طبعا هذول هم المؤسسين للفريق. بدأوا كلاعبين فعلا، بدأوا كلاعبين، ولكن بعد ما اشتد عود الفريق شوية وبدأت المجموعة تكبر، تركوا المجال لنا احنا اللي أصغر شوية في السن عشان نكمل، وهم تولوا الإشراف على الفريق، وتولوا مسؤولياته ودعمه
بكل ما يستطيعوا طبعا في الزمن اللي احنا ذكرناه. طيب حدود التواريخ حدود كم سنة؟ من 60 سنة إلى 61 سنة فريق حطين كبداية. والله حطين انا عشان اكون منصف وما اقدر احط التاريخ بالضبط، لكن اقدر اقول لك انه ما بين 1384 1385 هذا التاريخ اللي كان الفريق ده فيه مؤسس وموجود. بعد كده ما اقدر اقول يعني، او اقل من كده ما اقدر احدد بالضبط، لكن هو بدايته فعلا في التواريخ هذه. قالوا نجوم، فريق كان ثقيل، فريق نجوم، فريق نعم. يعني كان يقول لك صعب الواحد يحصل. نعم صعب حصل له خانة. نعم صعب انك تلاقي خانة في واحدة. فريق اذا كان اولا بالاساس اذا كان الحراس فيه 6 ما شاء الله. الحراس بس حراس المرمى 6، تخيل في التمرين تلاعب مين وتسيب مين. ما شاء الله. فما بالك بالبقية، وبقية كانوا كلهم عمالقة يعني. اللي كان بيدرب كان بيحس بحرج عشان يختار 11 لاعب لمباراة او لمناورة او شيء كذا، كان بيحس بحرج لانه في بعض البقية يكونوا خارج الملعب رغم انهم يستحقوا. قالوا من كثرة طفرة اللعيبة فريق حطين سوى دورة داخلية. نعم من عدة فرق. نعم الفريق كان يشمل حوالي 60 لاعب. 60 لاعب. هذا ال 60 لاعب هذا اللي بس تشملهم ذاكرتي بس، والله اعلم عاد في ناس اكثر من كذا. انا متاكد اني انا قد اكون اخطات في اسمين 3 4، انما الفريق كان بيشمل الكلام ده. احنا حيجي وقت حنذكر اسماء جميع المجموعه، وإن شاء الله نكون منصفين فيها لأنه هم يستحقوا. هم بالفعل بذلوا مجهود وعرقوا وتعبوا في الفريق ذا ويستحقوا، والعدد مفروض كمان إنه يكون أكبر من اللي أنا بذكره، أو أكثر من العدد اللي أنا بذكره. كان عندنا تقدر تقول 3 4 فرق في فريق واحد. ما شاء الله. من أبرز اللعيبة نبغى إن شاء الله نذكرهم كلهم، لكن أبرز النجوم اللي كانوا فريق حاطين إن ذاك. طيب. وكانوا يلعبوا خارج الكارنتينا. بيلعب هم اي فريق كان يتمنى اي واحد منهم يلعب في حطين. بالضبط. اولا اللي كانوا خارج حطين كانوا معظم الفرق اللي كانت حوالينا كانت يتمنوا يحضروا تمارين حطين او يلعبوا معاها او يخشوا في اي تشكيل لنا. طيب ادينا اسامي حطين كلهم اللعيبه، وبعد كده نبدا ما بعد حطين. من اللي بدا بعد حطين؟ طيب من الفرق حنذكر الان الاسماء. بالنسبه طبعا مش ما في داعي ان اقول مثلا مين حراسه مرمى ومين. لا اسامي بس اقل شيء. اسامي وطولوا بالكم علي لانه الاسامي كثير. وان شاء الله اني اكون انصفت الكل جبتهم. طبعا احنا كابتن حسن نحن هدفنا الرئيسي توثيق الكرة في الكارنتينا. والله كل الفرق على العين والراس. صحيح. سواء رمال، سواء تاج، سواء برشلونة، سواء التعاون، التآلف، الأخاء، كلهم عينين في راس، لكن هدفنا الرئيسي توثيق الكرة في الكارنتينا. هذا صحيح. واحنا بنتكلم بالمؤسس المؤسس للكرة في الكارنتينا او حي المصفى او حي المحجر، الثلاث الاسماء دي كلها تشمل المكان ذا، هو فريق حطين. وبعد كده تفرعت في فروق، تفرعت بعد ما كبر الجماعة اللي هم كانوا موجودين، وبعد ما بدأ كل واحد ينشغل بحاله، بدأ الفريق يضمحل ويتفكك. دور العيشة كانوا بالضبط. نشأت فرق صغيرة بعد كده، والفرق الصغيرة دي ما في مشكلة انها كبرت وطلعوا منها لاعبين كثير، خاصة في فرق لعبوا فيها ناس وراحوا سجلوا في أندية ولعبوا فيها. طيب. انما بالنسبة للحطين طبعا اللعيبة ذول انا متأكد لو كانوا موجودين ذيك الايام وكان في أندية تاخذهم ما كان ممكن كان طلعنا منهم كم لاعب دولي. ما شاء الله. طبعا الاسماء عندي المؤسس اي المؤسس طبعا رحمه الله حسن احمد الربعي ابو عيود. والمشرفين على الفريق مفرح القناعي واحمد القناعي ويوسف نصيب. الاسماء راشد المرحبي، طبعا محاكيك حسن شامي، في الاخ بوبي، في المرحوم عبد الله مكين، في المرحوم حسين محمد عمر معشي، في الاخ عمر بابور الله ما ادري اذا كان لسه عايش ولا توفى الله، ولكن ان شاء الله ربنا يشمله بعافيته اذا عافي. اخ عاطي عطيان، في الاخ مشلول ابراهيم الربعي، الاخ حسن بابور رحمه الله عليه، احمد ابكر، علي مديني بالقاسم، سعيد حسان، احمد حجازي، علي حجازي، علي سعدان، محمد رزاز،
معتوق الجدعاني، عمر محمد عمر المعشي، طبعا هذا كان من أجنحة الخطيرة، كنا بنسميه صاروخ تسمية بالسرعة. في الأخوان عبد الله جابر وعبد الصمد الدربي، الأخ يحيى مديني الوداني، في الأستاذ حامد المالكي، في الأخ عبد الله بامحرز، محمد شامي عطية الكبش، الأخ حسن المحمودي، الأستاذ سفير العمري. طبعا الأستاذ سفير كان أحيانا بيلعب وأحيانا بيشارك في الإدارة، وأكثر شيء إداريا. في الأخ أحمد على الله، والأخ علي الأشرم، في الأخ السوداني عبد الرسول السوداني، في الأخ محمد عمر حسين أو حسين محمد عمر الكناني، في كمال السوداني، في الأخ سالم زيد، في درويش بن صمعان، في محمد أبو شرف، في الأخ منصور شحاري الصبياني، هذا كان رأس حربة وكان رأس حربة لا يعلى عليه، في إبراهيم لاحق، في الأخ حمد المحمودي، في الأخ حسين حسان. طبعا هذا الأخير الآن اللي بذكرهم الآن هذول الجيل اللي جاء في آخر أيام الفريق، كلهم شباب صغار شوية، ولكنهم شاركوا بشكل من الأشكال، كانوا موجودين تحت مسمى حطي. حسين حسان وعبد الله المرحبي وحسين منصور والأخ أحمد جيش وعبد الله أبكر، في أبو طالب السوداني برضو هذا كان لاعب رهيب جدا، في إبراهيم طواشي، في الأخ حسن حلوش، في الأخ سعيد مغربي، وفي اثنان من المجموعة القديمة جدا، يعني ممكن لو ذكر أسمائهم ما حد حيصدق أنهم كانوا يلعبوا في حطين، ولكن كانوا معانا فعلا، اللي هو في الأخ والأستاذ عبد الله علي المسعري والأخ يوسف علي المسعري، برضو هذول الآن قد يتفاجئوا البقية بأسمائهم. في الأخ علي الشحاري الصبياني أخو منصور، هذول كانوا أصلا بيلعبوا في نادي التهامي في جازان وحضروا فترة معانا. وفي الأخ أحمد مديني الوداني، وأخيرا وليس آخرا لأنه الله أعلم بعد كده ممكن تطلع لنا أسماء، في الأخ يونس سلوم، هذا كان مع المجموعة هذه. المجموعة اللي بذكرهم طبعا كان بيشرف على الفريق تدريبيا وإداريا زي ما قلت الأستاذ أو الأخ المرحوم حسن أبو عيود، بالإضافة لمفرح وأحمد الغويري، وكان معنا بعد فترة المرحوم محمد الفايدي، كان هو بيدير تدريب الفريق وبيشرف عليه رياضيا وإداريا مع الأخوان. إن شاء الله ما نكون احنا نسينا أحد أو يكون هضمنا حق أحد، كل همنا وهدفنا إن نثبت إنه الجماعة ذولا كانوا موجودين وكان لهم أثر كبير، وكانوا بيبذلوا مجهود وعطوا مجهود وعرقوا وتعبوا في الفريق ذا، وفي الكارنتينا في المنطقة. طبعا المنطقة دي كانت شاملة لنا كلنا. طبعا احنا المعلومات دي مش أنا اللي جبتها لحالي، وأنا ماني مؤرخ يعني بمعنى مؤرخ، ولكني حاولت واستعنت بالأخوان. في محمد أبو شرف أعطاني معلومات، في الأستاذ حامد المالكي برضو أعطانا معلومات، في الأخ حسن المحمودي برضو أعطانا معلومات، في الأخ محمد علي ما قصر معانا برضو أعطانا معلومات كانت ناقصة لنا. ذولا كلهم لهم الشكر إنه أعطونا معلومات نقدر نستفيد منها ونذكر فيها. أكيد برضو للي يسمع واللي ممكن يشاهد الحلقة ذي، لو في أي معلومة عند أي أحد تكون سهيت علي أو مرت علي ما ذكرتها، طبعا حيكون العيب مني أنا من الذاكرة، طبعا ما أنه موضوع في 60 سنة تقريبا أو 57 58 60 سنة في التاريخ ذا، أكيد حسها عن شيء وحيفوتني شيء، ولكن للإنصاف تقريبا أن احنا ذكرنا خلينا نقول 98 97% من المجموعة اللي بذلت المجهود في حطين، والمجموعة المؤسسين له والمجموعة اللي لعبوا فيه. وأنا أراهن والكل يسمعني ويعرفوا أنه لو هذا الفريق كان موجود في أيام زي الأيام هذه كان صعب المنافسة له، وكان أكثر لعيبته في الأندية طبعا وكانت خطفتهم الأندية وكان دفعوا فيهم أغلى الأثمان. إيش البطولات اللي كانوا يشاركوا فيها في داخليا وخارجيا؟ جميع الدواري كنا نشارك فيه. جميع الدواري، أي دوري كنا نشارك فيه يعني. احنا كنا نشارك فيه وكسبنا بطولات كثيرة وراحت مننا بطولات كثيرة. طبعا الأيام ذيك كانت أكثر شيء المشاكل موجودة، وفي مباريات مشهورة حصلت
منها مباراه حتى كان حكم المباراه بعد ما انتهت واحنا فايزين فيها راح شال الكاس وبيوديه الفريق ثاني، يقول انتم ما تستحقوا الكاس، رغم ان احنا حصلنا عليه. طبعا اخذناها بعدين بالذراع. يا الله. طيب كده ان شاء الله اننا اوفينا الناس حقهم اللي هو بتوثيق الكرة في فريق حطين باذن الله. وزي ما تفضلت اذا في عاد يعني احد عنده معلومة قلب حسن مفتوح للجميع.